مصر أرض الفراعنة، أرض الأسرار القديمة. لقرون طويلة انتشرت همساً حول العالم، همساً عن كنز مفقود، كنز يفوق الخيال، ذهب، مجوهرات وتحف ذات قوة هائلة. هذه ليست مجرد قصة، إنه لغز أسر قلوب المستكشفين والحالمين لأجيال. بحث الكثيرون عنه، واختفى البعض دون أثر. تحتفظ رمال الصحراء بأسرارها جيداً، لكن سحر الكنز لا يزال قوياً. إمكانية وجوده مهما كانت ضئيلة كافية لإشعال الخيال. هل يمكن أن يكون هذا الكنز المفقود حقيقياً؟ وإذا كان كذلك، هل سيتم العثور عليه يوماً ما؟ تناقلت الأجيال أساطير الكنز المفقود، كل رواية تضيف طبقة جديدة من الغموض. البعض يقول أن الكنز كان ملكاً لفرعون قوي، ويدعي آخرون أنه كان هدية من الآلهة نفسها. قد تختلف التفاصيل، لكن جوهر الأسطورة يبقى ثابتاً. كنز ذو قيمة لا يمكن تصورها، مخبأ في مكان ما في صحراء مصر الشاسعة. ألهمت هذه القصص عدداً لا يحصى من المغامرين، إنهم يحلمون بالعثور على الكنز وكشف أسراره. لكن الصحراء حارس غيور، متردد في الكشف عن كنوزه بسهولة. تستمر الأساطير تغذي الخيال وتحافظ على الأمل حياً. يبقى كنز مصر المفقود لغزاً مثيراً للاهتمام عبر العصور. لفهم سحر الكنز المفقود يجب أن ننظر إلى ماضي مصر. اعتقد المصريون القدماء بحياة أخروية رائعة، دفنوا فراعنتهم مع كل ما سيحتاجونه. كانت المقابر مليئة بالذهب والمجوهرات والتحف الثمينة. لم تكن هذه الكنوز للعرض فقط، كان يعتقد أنها ترافق الفرعون إلى الحياة الآخرة. تم اكتشاف بعض هذه المقابر، يقدم كل اكتشاف لمحة عن ثراء وروعة مصر القديمة. لكن العديد من المقابر لا تزال مخفية، مدفونة تحت رمال الزمن. هل يمكن أن يكون أحد هذه المقابر هو مفتاح الكنز المفقود؟ الاحتمال مثير ومخيف في نفس الوقت. يستمر البحث مدفوعاً بسحر الثروات المنسية والرغبة في كشف أسرار الماضي.